ركزوا بقى معايا 5 يا جماعه، عشان ايه لازم تعرفوا يونس عمل ايه، الموقف البطولي اللي عمله. هو نجى نفسه ونجى ابوه. عمل ايه بقى؟ انا واخده معاه مشوار صح؟ بس ما معيش كرسي الاطفال اللي هو قاعد عليه ده، والكرسي ده كان في عربيه ساره، ومفتاح عربيه ساره فوق ومفيش حد فوق. فيونس قال لي هات يا بابا المفتاح انا هطلع اجيبه. فانا قلت يونس هيعطلنا، لسه ياخد المفتاح ويقعد يحاول يفتح في الباب اللي تحت، وبعد ما يفتح يطلع، وبعد ما يطلع يحاول يفتح في الباب اللي فوق، وانا مسكره مرتين. طب وبعدين يا جماعه هيسلك؟ دي اول مره اختبره. فقلت ياض ايه، اعمل اللي عليك، لان الشرطه لو وقفتك ويونس مش قاعد على كندر زيتس فيها مشكله. صح يا يونس؟ يونس بقى يحكي لكم يا جماعه عمل ايه. عملت ايه بقى؟ احكي لهم. خدت المفتاح صح، وفتحت انهي باب الاول؟ اللي تحت. وبعد كده؟ اللي فوق. حلو. ودخلت الشقه بقى، لقيت المفتاح فين؟ ده بتاعت الرضا تحت زي بريفة. تحت ورقه، بريف اللي هو الورق. تحت ورقة 2. كان في ورقتين والمفتاح كان تحتهم. والمفتاح المرسيدس، المفتاح كنت فوق على ورقه. على الورق. يعني في مفتاحين، كان مفتاح فوق الورق ومفتاح تحت الورق. هو شاف المفتاح اللي فوق الورق والمفتاح اللي تحت الورق، جاب المفتاح اللي تحت الورق ونزل قال لي خد يا بابا. انا كشريف مبسوط من يونس، حتى لو الموقف بسيط، بس خاف على نفسه وخاف على ابوه. صح يا يونيو؟ صح. الله ينور عليك يا صاحبي. انت رايح فين دلوقتي بقى؟ مشوار. راح مشوار مع بابا صح؟ طب يلا بابا مش هاخدك معايا، اطلع انت بقعد فوق. لا انت بتعرف تفتح الباب دلوقتي، ما انت اللي فتنت على نفسك. اديك بقى المفتاح، اطلع اقعد فوق على ما ناجي. لا انا جاي معاك. هتيجي معايا؟ طب يا جماعه هاخده معايا المشوار ده بسرعه وجاي عن اذنكم. قول له سلام يا مان. سلام يا مان. بصوا يا جدعان، دول مكانتين محطوطين في قلب سنتر. المكانتين دول فيهم مرتجعات البوسطه، او الحاجات اللي ملهاش صاحب او ما سالش عليها او ده شكله كيس مخدرات. ده بالمنظر ده شكله كيس مخدرات هو اللي جنبه. المهم بتحط الكارت، تدفع ثمن الباكيت، معرفش السعر فين، مش عارف احدده لحد دلوقتي، ولكن تختار الرقم بقى، تختار رقم 14 مثلا ويطلع زي ما يطلع انت وحظك. هدوم فين اهو 19 و16، بس ما نعرفش بقى بكام. بختك يا ابو بخيت، بختك يا ابو بخيت. المهم يا جدعان انا عرفت لكم السعر بتعرفوه لما بتضغط على الرقم اللي انت هتشتريه. ماشي؟ استنى، تعالى مثلا لو هنقول رقم 20 بكام؟ ب10. يبقى كده اي حاجه ب10، اي حاجه ب10، اي حاجه ب10، اي حاجه ب10. احنا دلوقتي يا جماعه هنجرب نشتري اي حاجه. انا معايا صديقي اسامه اهو، ماشي؟ ايه يا يوني اهو، ونشوف حظه. خلي يونس ولا هنا. متاكد؟ متاكد يا باشا. رقم كام؟ 24. طب استنى بس ركز شويه. 24 ده شكلها هدوم. لا والله، ممكن يكون بار ذهب ولا حاجه. ممكن وارد. لا ده كرتون. ها 22. المشكله بقى في حاجه. طب افرض انا عايز كرتونه اللي ورا الكيس ده، ينفع؟ و16 ده ايه، تليفون يا صاحبي ده ولا ايه؟ مش عارف والله العظيم يا صاحبي. يا ريت تليفون والله. يلا. طب خلاص، استنى بس، الكرتونه دي لازم حد ياخد الكيس اللي قدامها الاول. انا رايي تختار انت يا اسس. لا انا هثق في راي يونس. في يونس 25. يلا يا باشا. يلا يا باشا. 25 يا جماعه اهو. 25. بختك يا ابو بخيت. 25 ب 10 يورو. هنا حط الكارت. لا خلي الكارت شويه لسه. الكارت شويه ما قراش. اهو اطلع المكنه. يونس على وشك يا يونيو. عمك اسامه هيضربك. اهو الباكيت نزل اهو. الباكيت نزل. يلا يا يونس هات المفتاح. هات يا يونس. اجمد يا يونس. يلا يا يونس. تعالى هو يفتحها بقى. تعالى. لا هو يفتحها اهو. طب افتحها يا يوني، يلا افتح. هم فاتحينها اصلا. دي اما لو طلع برضه هبقى يا يونس. يا سلام. اجمد يا يونيو. ماشي افتح يا عم، افتح يا صاحبي. ده في الاخر ده صح. المحفظه دي ولا ايه؟ اوبا دي سماعه. سماعه ايه بقى؟ زي اليكسا كده.
ممكن أليكس. لا ده في شاحن جوه. بجد والله؟ اه اصدق. هو الشاحن بتاعك. ده الشاحن. يوزر مانيوال فول اندرويد سيستم. اه دي زي اليكسا. اوبا دي اندرويد يا صاحبي. لا والله. لا فائز يا صاحبي. مبروك عليك. تشتغل ازاي دي؟ يلا يا عم يونس. هتوصلها بالتليفون؟ اه بتشتغل سماعه عادي بقى. تشتغل سماعه تديها اوردر مش عارف ايه. طب خد حط السلك تحت. هو ده بأحلى ولا هو؟ جريت ايدي. خد طبق له السلك ده يوم. طب بقى السلك يا يويو. شفت انت بقى اختياراتك حلوه ازاي؟ الحمد لله. ما ظبطتش معانا هنجرب حظنا مره كمان. لا استنى واحده واحده يا يونس. لا أنا هجيب الكرتون. ها قصص ده بيقول لك عايز ياخد الكرتونه. مين ده؟ اهو. مين يونس؟ لا انا رايي خدوا ودوا مع بعض. انت عايز رقم كام؟ 25. يا عم لا الكرتونه دي شكلها اتفتحت يا صاحبي. لا اتفتحت انا ما اعرفش. باشا انا همشي مع يونس. يعني انت عايز كام يا يونس؟ 25 ده 16. اه ها اه. يلا. باش تستارت فين باش تستارت؟ في نضغط على حاجه؟ بنجرب تاني يا جدعان. ايه بنعيد وفي الإعادة إفادة. المعلم يونس باشا هو اللي مختار. ويونس اختار المرة دي رقم 16. يلا افتح يا معلم يونس. هات يا معلم يونس. بنجرب للمرة التانية. بنعيد وفي الإعادة إفادة. ايه ده الكرتونة ما نزلتش؟ لا نزلت اهي. ولا يونس. تعال حط ايديك كده جوه طلعها من هنا. حاول تاخد دي. بص دي. يلا افتح يا يونس. افتح. بدينيش جوت ايستن بينامن دي راس. اين هاندي؟ ها ايه كان عندي. Ein Paket, keine Ahnung يا مساعد. ليه ساعة اور. warum. Früher Ruf. ايه ده؟ ده حاجه ثانيه ولا ايه؟ افتح كده. لا 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 مش بقول لك يا باشا يونس هو اللي مختار جدع الحاجات يا الصح. يونس المرة دي. والله العظيم هم مختار الحاجات الصح. افتح يابا. اه ده ساعتين يابا. يا مرزق يا اس. أوه. افتح يابا فرج اور. تاني. المرة دي ظبطت يا جدعان. كويس انك سمعت المرة دي كلام يونس. اهو يا باشا زي الفل. وريني كده. لا ساعة محترمة. ادي واحد. ده ايه في التانية كده؟ افتحها كده. أنا عايز ده ولا يرميه؟ لا ارميه خلاص. الله ده حاجات محترمة اهي. لا ساعة حلوة. والله بجد؟ والله. طلعها كده من الكيس. ساعتين ب 10 يورو. ده بلاش. بس الصيني متينة. حلوة يعني؟ على فكرة محترمة. بقول لك ينفعوا هدايا. انا ده المهم يا جدعان الراجل ده لعب مرة واشترى. طلع له جهاز غريب عجيب ما نعرفوش. اشترى تاني اهو. انا مش هصوره بقى بالهدية بس هقول لكم بعدها الهدية بتاعته طلعت عاملة ازاي. ده هو طمع لما طلع لك ساعتين. لا والله العظيم. يا جدعان انا قررت اعمل مش من بابه. مش سمعتوها صح والله العظيم زي ما بقول لكم. هعمل مش فلاح جبنه قديمه. جبت انا الجبنه القريش من المانيا من هنا. وعندي مرطه من مصر وانتظروا المش. بصوا يا جدعان دي جبتها من عند الروسي. هي الماني روسي روسي الماني ما تفهملهاش. اهي نسبه الدهون فيها 2.5%. والكيس ده فيه 275 جرام. ولو دققتوا في شكلها كده هي القريش. هي فتحتهم 2 منهم. بصوا باختلاف بس ايه الفورم. هم هنا الفورم اللي هو الشكل. هم هنا عاملينها مدورة. احنا في مصر بنعملها ايه مطولة شوية. دول يا جماعة تقريبا كيلو ونص. يعني الاربعة دول في 2 انا فتحتهم. وعندي المرطة هنا اهي. يا جدعان المرطة اهي من مصر. معرفش تقريبا واحد اسمه زاهر. طبعا دي انا فتحتها. المرطة ما ينفعش تيجي المانيا وما تعديش على بقي. لازم ادوقها عشان ما يبقاش عيب في حقي وحقكم وحق كل المصريين. امال المهم دي فيها قد ايه؟ تقريبا 356 جرام. دي ولا كام دي؟ 350 جرام. دي فيها 350 جرام. ودي يقولوا متبقى فيها 150 جرام. يعني تقريبا نص كيلو. هو ده المطلوب. انا هعملها بالطريقة التقليدية البسيطة اللي كلنا عارفينها.
المرطه دي هسيحها في الحله واروح حاطط عليها 1.5 كيلو لبن وشويه شطه على شويه بابريكا على شويه حبشتكنات، واول ما تبرد ننزل الجبنه فيها بعد ما اصفيها طبعا الجبنه الاول من الميه اللي فيها. يعني الجبنه دي لازم تصفى من الميه، انا هرش عليها شويه ملح واسيبها تنزل ميتها. المهم مش عايز ادوشكوا، تعالوا اوريكم الحصيله النهائيه. اهو يا جدعان منظر المش بعد ما خلص. حطيت الجبنه جوه اهي، وبصوا بقى عامل ازاي، قوامه تقيل ازاي اهو. طبعا انا ما عنديش للاسف بلاص، فهستخدم البتاع البلاستيك ده وهقفل عليه وهنساه طبعا الفتره اللي جايه. يا جدعان اسيبه بقى قد ايه كده بالصلاه على النبي؟ اكتبوا لي النبي في الكومنتات عشان ابقى عارف، لحسن يا جدعان المش يبوظ مني. يا جدعان بصوا ايه رايك في المش؟ حلوين قوي. خدوا بالكم دي مش اول طلعه، ده في طلعه تانية لازم افرجكم عليها. انا جربت يا جدعان طلعه الاول قبل ما ابدا اهو، ده برضو مش الاحمر ده فلفل، ما تخافوش مش حاجه بتعض. هل يا جدعان لو فتحته وشميت مثلا ريحته دقته فيها خطوره على اللي جوه ولا لا؟ قولوا لي يا جدعان، عشان دي الطلعه القديمه ولما لقيتها بصراحه مشيت معايا كويس قلت اطلع طلعه جديده. بصوا الفلفل جوه يا جدعان، وعشان برضو تبقوا عارفين انا عامل واحد بشطه والتاني ده من غير شطه. انتظروني بقى الفتره اللي جايه عشان هو ابهركم زي زمان.